اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح المحبة، صباح الحمد والشكر من ربنا. ربنا ي- يسعد أيامنا وأيامكم، ماشي. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو خفيف كده، أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. يا ريت لو بتشوفي قناتي لأول مرة يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. ويا ريت تدعميني باللايك، صدقيني اللايك مش هيفرق معاكي في حاجة، ولكن هيفرق معايا أنا ان الفيديو يتشاف، يعني لاني بجد يعني انا بتعب في الفيديو مونتاج وتصوير وكده. فعندي امل في ربنا اولا ثم فيكم، ان شاء الله القناة تكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليا. بس هنا بقى جاي لكم بفيديو خفيف كده، دخلت اعزكم الله الحمام كده، يعني كنت بقى بدعك الحوض والقعدة وكده اعزكم الله. هنا بقى كنت بلمع في الخلاطات، مع اني كان اليوم يعني النهاردة اليوم عندي صعب، قايمة عندي وخم مش طبيعي بجد، يعني مش عارفة، عندي كمية وخم وتعب. بس والله غصب عني، يعني الصداع بقاله تاني يوم النهاردة معايا. بيصحيني من النوم كده، يعني بصحى مصدعة بطريقة رهيبة، وبعد كده بلاقي مناخيري بتنزف. يعني لو حد عنده معلومة ده ايه، يعني يا ريت يقول لي تحت في التعليقات. مش عارفة دي ليها علاقة بالسقعة مثلا، ضغط عالي. انا يعني معرضة ان ضغطي بيعلى، يعني معرضة اكتر ان انا ضغطي يعلى، فاهمين؟ فالحمد لله على كل حال، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ولكن انا اتشجعت معاكم صراحة، يعني انتوا بجد بتدوني طاقة ايجابية ان انا اقوم واصور واتنشط. وكمان اتمنى ان انا اكون بديكم طاقة ايجابية ونكون ايه بنعكس على بعض كده. يلا قومي بقى، لو انتي لسه قاعدة وكسلانة كده كنتي زي قومي، يلا بقى اتنشطي كده وخلصي اللي وراكي وارجعي بقى ايه اقعدي تحت البطانية براحتك، البطانية مش هتهرب. خلصي اللي وراكي وظبطي حالك، وبعد كده ايه نبدأ نقعد بقى نكبر دماغنا بقى، فاهمين؟ بس نخلص مسؤولياتنا الأول. بس هنا دعكت الخلاطات بقى بتاعت الحمام وكده. المية اللي أنا بقى بنضف بيها دي حاطة فيها يعني أوكسي ومسحوق يعني وكلور ومعطر وكده، فاهمين؟ عشان يعني ايه بقى الحاجة تنضف كده وتنور معايا. بس هنا غسلت الحوض اللي ورا ده جبس، لان كان برضو الحوض بيرشح ده اسمنت ابيض، كان الحوض بيرشح لورا مية. فللأسف بقى هو نشف فمش عاوز يطلع خالص. هنا برضو السيراميك يعني نضيف، بس قلت ايه اطوقه يعني معايا بتاع الحمام. قلت ايه انضفه كده بالسلكة اللي في ايدي. ابتديت ان انا ايه ادعكه كده. والجزء اللي فوق بقى ابتديت اعمله بالمساحة، يعني حطيت عليه حتة قماشة لاني بقى مش هعرف اطول يعني فوق. الله اكبر الله اعظم. طيب هنوقف الفيديو ونرجع تاني ايه نصور معاكم. بس هنا ابتديت بقى ايه اغسل السيراميك كده هوت وانزل عليه مية كده مكان الصابون وكده عشان ما يجيرش. في ناس بتدعكوا ايه يا رب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بالخل تقريبا. ولكن انا صراحة ما جربتهوش قبل كده، ممكن بجرب الخل في المطبخ وكده، ولكن على السيراميك يعني بتاع الحمام انا متعودة ان انا ايه ادعكه بالليف بالليفة والصابون وكده، يعني فاهمين؟ بس هنا بقى بنوتي قالت لي لا انا يا ماما ايه انا هعمل لك الارض. بس فقلت لها ايه تعالي، مرضتش ازعلها، قلت لها تعالي اعملي. هي ابتدت تدعك الارض، دي الكبيرة بتاعتي. ربنا يحميها يا رب ويحمي اخواتها، وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب. ربنا يجعل السنة دي سنة خير وسعد وهنا وراحة بال وتحقيق للأمنيات وتحقيق للمطالب وفرحة لينا ولجميع الناس يا رب.
ربنا يجعلها سنة جديدة كده تكون فتحة خير علينا وعلى المسلمين وعلى العرب في كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين. هنا بقى ايه، الكلام ده كله كان الصبح يعني قبل الظهر، يعني كان هنا حوالي الساعة 10. دخلت برضو كان عندي غسيل من بالليل وكنت تعبانة صراحة، برضو بالليل كان الجو ساقع قوي فما قدرتش اطلع في البلكونة، قلت انا لو طلعت زوري بقى بيوجعني على طول، يعني بتعب على طول. قلت خلاص خليني الصبح، وبرضو بصوا الهوا يعني الهوا كان جامد قوي، فقلت ايه خلاص خليني الصبح بقى ايه اطلع انشر الغسيل اللي عندي. طلعته بقى الصبح، قلت ايه عشان ريحته ما تطلعش بقى وكده، رحت ايه ابتديت ان انا انشره، قلت مش مهم الجو هوا خليه ايه ينشف ويتهوى كده، لان هو اساسا من بالليل انا ما نشرتهوش يعني. وده مفرش قطيفة كنت برضو غسلاه في الغسالة، فرحت حطاه على السور كده برضو، قلت ايه يتهوى برضو في الهوا، هو كويس ان الجو هوا عشان الغسيل ايه ينشف بسرعة. ربنا يستر بقى ايه الدنيا ما تشتيش عليه. يلا قومي تشجعي بقى، ما تكسليش كده، قومي شوفي ايه اللي وراكي وابدأي اعمليه. التليفون بيرن، ثواني هرد عليه وارجع لكم تاني. معلش مش عارفة بقى النهاردة بجد في ايه، يعني انا مش عارفة اعمل صوت، احط صوت خالص على الفيديو، كل شوية لازم تحصل حاجة فافصل الصوت واقوم تاني. اعذروني بقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هنا كنا بنعمل ايه، فكروني بقى لان انا بجد نسيت. اه هنا كنا بقى ايه بننشر الغسيل. ربنا يستر ما تشتيش، لان انا كل ما انشر بره مش عارفه. طب انتوا تعرفوا ان انا احب انشر بره الغسيل، انا اساسا عامله حبال داخليه وخارجيه، احب انشر الغسيل بره في الشتاء. تقولي لي ايه الدماغ دي، اقول لك مش عارفه يعني. انا ما احبش انشر الغسيل بره في الصيف، يعني مش عارفه، دماغ تانية في حته تانية، فاهمين انتوا؟ ما تعرفوش بقى، ده بعيد عنكم جنان، مش عارفه، مش عارفه ترجمه. خلاص يا ست الحاج. هنا بقى ايه خلاص خلصت الغسيل، دخلت بقى على المطبخ، انا كنت خلاص سويت الشقة وظبطتها، بس طبعا ما صورتش معاكم عشان ايه ما اطولش الفيديوهات عليكم. هنا بقى ايه ابتديت احط الفراخ على النار كده، غسلتها وحطها في ملح وليمون وكده، وابتديت ايه احطها بقى ايه تغلي على النار، لان عندي اساسا كم مواعين، فقلت ايه احط بس كده الفراخ على النار، وبعد كده بقى ايه اشوف المواعين هعمل فيها ايه. يعني كنت بقى ناوية ايه ان انا اعمل غدا وكده، ولكن بقى لقيت اختي بتتصل بيا، قالت لي انا رايحة عند ماما تعالي ايه نتقابلوا هناك. لقيت ماما كمان بتتصل بيا، يعني هي ماما قريبة مني مش بعيدة، فقالت لي لا خلاص سيبي بقى اللي في ايدك ويلا تعالي، قلت لها ده انا حاطه الاكل على النار، قالت لي لا تعالوا بقى ايه هاتي العيال وكده وتعالوا اتغدوا عندنا، واختك جايه وكده فتعالوا بقى كلكم. هنا بقى كنت خلصت اللي ورايا الحمد لله، وابتديت بقى ايه يعني خلاص ما فيش الا المواعين دي، انا الشقة وخلصت منها، الحمام وروقته، الغسيل ونشرته وكده، فقلت خلاص اخلص المواعين دي والبس الولاد وكده وننزل بقى نغير اليوم، لان انا كده كده يعني مودي رايح في داهية الحمد لله. فقلت ايه خلاص هو كده كده تغيير، انا كان عندي وخم رهيب وكسر رهيب، فقلت ايه خلاص ننزل بقى نغير جو. إيه حتى الفرخة اللي على النار دي مع بال ما كنت غسلت المواعين ولبست الولاد وكده كانت اتسلقت، ورحت طفي عليها بقى ايه سبتها بشربتها كده. قلت خلاص بقى بكرة ان شاء الله نعمل بقى نطبخ ونعمل ايه الغدا لبكرة، فخلاص كده النهاردة انا مش هنعمل غدا ولا اي حاجة، فاهمين؟ ابتديت بقى هنا نغسل المواعين وكده،
اتنشطت اكتر بقى، ما دام انا نازله خلاص كده انا اتنشطت اكتر، فاهمين؟ يعني خلاص بقى عاوزه اخلص وايه، وننزل بقى عند ماما. بجد انا بقول لكم ان الفيديو ده بجد في حاجة غريبة مش عاوز يتصور. يعني دلوقتي جت ولادي ينادوا عليا يا ماما يا ماما المفرش وقع من الشارع، الكلاب بتتعارك عليه هيقطعوا المفرش تحت في الشارع مش عارفين ناخده منه. وانا استحالة طبعا انزل للكلاب وكده، ناديت على عيال والله ماشية في الشارع خليتهم يجيبوا لي المفرش، نرجع بقى نغسله تاني ونحطه في الغسالة من اول وجديد. يلا الحمد لله مش مشكلة، بس مش عارفة اليوم النهاردة في حاجة غريبة كده معايا. ربنا يعديه على خير كده يا رب. آه، كتروا دايما من الاستغفار، بيرفع البلاء، بيشيل عننا اي حاجة وحشة. قولي الأذكار، ما تنسيش طبعا كل يوم تحصني نفسك وتحصني ولادك وبيتك وكده بالأذكار. يعني دي من الحاجات المهمة جدا. بترفع البلاء، بتشيل عننا حاجات كتير يعني. ما تعرفيش برضو يعني من غير ما نقول الأذكار وكده كان ممكن ايه اللي بيحصل معانا خلال يومنا، يعني أكيد ربنا بيرفع عننا بيه حاجات كتير. أتمنى يا رب الفيديو النهاردة يكون خفيف عليكم. مش عارفة أنا يعني حاسة الفيديو ده أنا طالعة مكسوفة منكم صراحة. أتمنى أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. يا ريت لو أول مرة تشوفي القناة تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.